انا اتمنى ان الفيديو ده ما يطولش خالص. بص يا صديقي، خلي دايما عندك يقين يا صديقي ان احنا سايبين كل اللي احنا بنعمله ده وهنموت. دايما كنا بنسمع مثل زمان، لو انت قدامك ساعة تعيشها فعيشها راجل. العمر بيتسرق مننا والبساط بيتسحب من تحت ايدينا واحنا مش حاسين. اللي بيحصل في اهالينا في غزة ده اكبر دليل، اللي بيحصل حواليك ده اكبر دليل، اللي بيحصل لاصحابك واللي حواليك والناس اللي بتتسحب منك، اللي بينتحر واللي بيموت واللي بيعمل حادثه وبيموت واللي بيسافر وبيموت واللي بيعمل وبيموت، الحاجات دي كلها اكبر دليل ليك. حتى لو انت ما كنتش اتلسعت في اكبر حد قريب منك، فانا باكد لك انك انت لسه قدامك الفرصه. ايوه يا صديقي، لسه قدامك الفرصه. احنا مش ضامنين حاجه بجد والله. اللي بيحصل فينا من دمار ده والله العظيم احنا مش حاسين بيه. ايه هو الدمار؟ احنا الحمد لله عايشين في امن وسلام؟ لا، احنا عايشين دمار عقلي، والله عايشين في دمار عقلي. النهارده صديقي العزيز مفيش واحد فينا مش بيتفنن في انه ازاي يجيب الفلوس. مش فارق معاه صديقي ان هو يفتح فيديو تيك توك ويقول لك يلا كبسوا كبسوا كبسوا، يلا يلا يلا، وندخل تحديات من الفيديوهات المشمئزه. اللي هو بيعمل ايه؟ لقيت الولد جايب الطبق الدقيق ومحطوط عليه بيض، نعمه ربنا سبحانه وتعالى، ويقول له حكمت عليك انك تاكل ده. بس تخيل صديقي العزيز ان احنا وصل بينا المرحله دي، وطبعا في ناس بتلهث وتلهو بسبب الحوار ده. ولا موضوع ان احنا بقينا الخامس عالميا في مراهنات الوان اكس بت. ايه يا شباب، يا شباب، هو احنا خلاص بقينا وصلنا لمرحله ان احنا خلاص ما عادش فينا عقل ان احنا نعرف نوقف نفسنا ايه الحلال وايه الحرام؟ ما عادش عندنا عقل ان احنا نهتم بحياتنا ونهتم بدراستنا ونهتم بديننا ونهتم بايه الصح وايه الغلط ونهتم باهالينا؟ خلاص بقت ده هدفنا. في ناس بتسترزق، في ناس ده اكل عيشهم، في ناس دي حياتهم، بس مش لدرجه ان احنا نضل على الغلط ونقول يلا يا شباب اعملوا. انا مش والله انا ما جاي عاتب ولا جاي اتريق على الناس اللي بتعمل كده، انا جاي عاتب عليك انت عزيزي المشاهد. ممكن يكون اللي بيتابعني ناس مش بتعمل كده، بس انت كم واحد عارف ان واحد بيتابع فلان وبيكبس له وبيعمل له حوارات على حاجه غلط؟ والله حرام يا جماعه، والله حرام وستحاسب على ذلك. الوقت اللي انت بتضيعه ده هتحاسب عليه. احنا لو جينا عدنا مرارا وتكرارا، احنا عايشين في الحياه ديت ليه؟ احنا عايشين في الحياه ديت مجرد وقت، حاجات ايام هنعيشها وهنسيب كل ده ونتوكل على الله. بس خد بالك ان كل دقيقه وكل فلوس وكل صحه وكل وقت وكل جهد وكل تعب وكل اللي بيحصل في حياتك من ثانيه وامور بتعدي في حياتك انت هتتحاسب عليها. تخيل ان الوقت سرقنا، الوقت سرقنا مهما كان عمرك، حتى لو عمرك 16 سنه، حتى لو عمرك 30 سنه، حتى لو عمرك 50 سنه، انت الوقت سرقك وانت ما انتش حاسس. الوقت ما انتش حاسس ان احنا داخلين النهارده من اول ما اخترعوا السوشيال ميديا من 2008 تقريبا او من 2000، يا عم خليه من 2010 لحد النهارده بتتكلم في 14 سنه. من اول ما نقول مثلا التيك توك ولحس دماغ الناس من 2014 لحد 2024، 10 سنين عمرنا ما تقدمنا، 10 سنين عمر ما الواحد ما عمل حاجة. الحاجة الوحيدة اللي احنا استفدنا منها من السوشيال ميديا ومن في ال10 سنين الأخرى دولت ان انا اقدر اوصل لك من طريق فيديو، من طريق أوضة انا بتكلم فيها دلوقتي، بس لو انت استغلتها صح. دي الحاجة الوحيدة اللي احنا نقدر نقول ان احنا استفدنا منها. لو جينا قلنا المكاسب، في مكاسب رهيبة جدا، بس لو قلنا الخسارة، طب صدقني احنا ما لو جيت وزنتها هتلاقي ان المكاسب تربح، لكن العكس احنا اللي خلينا الخسارة وقلة الادب والقيمة واللي بيحصل في السوشيال ميديا هو اللي يعلو، وده اللي كده. الحاجة التانية ودي المهمة، احنا نسينا نفسنا وعلاقتنا مع ربنا سبحانه وتعالى وعلاقتنا مع اهلنا وعلاقتنا مع اصدقائنا بسبب السوشيال ميديا. بس لو جينا قلنا جبنا ورقه وقلم كده وقعدنا مع نفسنا وقلنا يلا اول سبب من ضمن الاسباب ان انا ابعد عن الناس دي كلها يكون ايه؟ هو الاداه اللي انا بصور منها دلوقتي، تليفون. ايوه، ممكن يكون قاعد 12 14 16 و20 ساعه بقلب في صفحات ملهاش 30 لازمه، والوقت بيعدي ويقول يلا يا عم وايه الملل وايه العيشه والكلام ده كله، واحنا في النهايه احنا منسرقين، احنا مش عارفين ايه الصح وايه الغلط. فيا شباب احنا ايه اللي بينسرق مننا؟ احنا كل حاجه اتسرقت مننا، والله كل حاجه اتسرقت مننا. اقعدوا مع نفسكم كده وهدوا من نفسكم شويه، ونتمنى من الله التوفيق، ونتمنى ان احنا فعلا نقعد مع نفسنا ونعرف ايه هي اخطائنا، ايه هي الحاجات اللي احنا واخده مننا وقتنا وجهدنا. مش هقول لك انك انت تبعد عن السوشيال ميديا، ده انت لو جيت مثلا بعدت عن السوشيال ميديا 10 دقايق
والله العظيم. اول حاجه تقوم رايح فاتحها ايه اللي حصل، ايه الرسائل اللي حصل، ايه اخر التبعات، ايه اخر التراث، وممكن تلاقي صفر، بس انت بتبقى ايه مرتاح نفسيا. بس دي غريزه، دي غريزه بسبب الاستمراريه. ومش هقولك انك انت تبعد نفسك وتنسى بقى السوشيال ميديا وانسى التليفون ويلا بقى اجيب لك تليفون نوكيا وانسى العيشه والمعيشه وابعد عن الحياه دي كلها. مش هتقدر، مش هتقدر تعيش، لان الحياه كلها بقت عايشه على السوشيال. ده اللي ما كانش يفهم سوشيال دلوقتي والراجل الكبير يعمل له ايميل وفاهم الدنيا خلاص، ده مجتمع ودي عيشه. انا مش جاي امنعك عن العيشه اللي احنا عايشينها، انا جاي اقول لك يا صديقي ما تنغرسش، بلاش تغوص في الموضوع. لو انت غصت ارجع واحدة واحدة، شوف ايه الحاجة اللي بتلهيك وابعد عنها. بجد يا جماعة احنا نسينا الهم الكبير اللي احنا عايشين فيه في الحياة بجد، وانا واحد من ضمنكم. احنا نسينا اهم حاجة في الحياة، هي علاقتنا مع ربنا سبحانه وتعالى، وعلاقتنا مع اهلينا، وعلاقتنا مع اصدقائنا. نسينا الحياة اللي بصدق، كل ده نسيناه، كل ده نسيناه بسبب أداة هم اخترعوها عشان تلهينا، وهم بيتقدموا واحنا محلك سر زي ما بيقولوا. من اكتر الحاجات المشمئزة بجد هو انك تعرض حياتك اليومية لناس تانية. والنجاح النهاردة بيقاس على انت عندك كام فولورز، هو ده النجاح بتاع النهاردة. يعني الطبيب النهاردة بيسيب عيادته 7 سنين طب والتأهيل والحوارات دي كلها، وينسى البوليكا دي كلها ويركنها في جنب، ويقوم جايب له معدات ب2000 3، ويقوم جايب له التليفون اللذيذ الايفون الجميل ولا مش عارفه ايه اللي جاله هديه من الكلام ده كله، ويقول لك يلا يا جماعه النهارده وانا كنت مش عارفه ايه وما ادرك ايه، يلا لو انت طبيب اعمل كذا، لو انت لازم وهكذا. كل حاجه بقت عن طريق السوشيال ميديا. انا مش ضد ده نهائي، ومش ضد الشخص اللي بيعرض حياته ان هو كل يوم بيروق وكل يوم بينظف، انا مش ضده. بيعلم الناس النظافه، انا ما عنديش مشكله، انا مش ضد ده. بس انا ضد فكره ان احنا نكون كلنا مهووسين بالفكره. بلاش كلنا نبص لبعض يا جماعه، والله بلاش كلنا نبص لبعض. النجاح والله العظيم ما هو مقياس للنجاح اليوتيوب، في نجاح تاني يا جماعه. العلماء والناس مش المشاهير بقى، الناس اللي فعلا اثروا في المجتمع ما كانش عندهم سوشيال ميديا. لما كان عندي الديزاين القديم بتاع السيت اب بتاعي كنت حاطط نجيب محفوظ واحمد زويل والناس العلماء ومجدي يعقوب. الناس العلماء دولت فعلا الناس ديت لابد الابدين، الناس دايما. فهو النجاح دلوقتي اي نعم اوكي، السوشيال ميديا ممكن تكون اساس منه، بس مش الاساس الاساسي. والله مش الاساس الاساسي. الاساس الاساسي انك انت تكون من جواك عايز تنجح، وتكون اساس انك انت تكون شاطر، مش انك انت فتحت لك فيديو خلاص بقيت ترند فانت بقيت جامد فحت. وللاسف من اكتر المساوئ اللي بتحصل في المجتمع الحالي هي حاجة واحدة بس، ان النهاردة بقى مقياس الترند هو اللي يتشهر. انا قلتها بطريقة مش مفهومة، اللي بياخد ترند النهاردة، انت جبت كام النهاردة؟ 10 مليون مشاهدة، طيب عندك مليون متابع، اوكي خلاص خش يلا جانب السينما، خش يلا جانب مثلا اطلع على التلفزيون تعالى ما استضيفك. ايوه النهارده كده، النهارده لا يلا خلي الاخبار اليوم والصحفي اليوم ومش عارفه مين اليوم بتوع الصحافه والاعلام يلا يجروا عليه خليهم يعملوا معاه لقاء صحفي. هو ده النجاح. عشان كده بقت كل الناس تقول انا عشان اوصل لمرحله ان انا اطلع على التلفزيون وان انا ابقى شاطر وان انا ابقى ناجح، مش ان انا اكون عالم او ان انا اكون شاطر او ان انا اكون كذا، لا ان انا اكون ترند على السوشيال ميديا. هو ده النجاح. خلاص مستوى نجاحنا بقى كده، مستوى نجاحنا انك انت مش شرط تكون متميز او دكتور او مهندس ناجح او انك انت بتقبض بكذا مفروض، لا الاساس النجاح انك انت يبقى عندك 3 4 مليون متابع على تيك توك و3 4 مليون متابع على اليوتيوب، ويبقى عندك الدرع الفضي والدرع الذهبي، وانك انت تعمل لايفات وانك انت تقول كبس 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 كبسه. هو ده نجاح؟ ده مش نجاح يا جماعه والله. لو ده النجاح خلاص يا جماعه كلنا نقعد في بيوتنا، خلاص بقى كلنا نفتح لايفات يلا بقى وكلنا نكبس لبعضنا. ما احنا كلنا لما نكبس لبعضنا كلنا هننجح وناخد الفلوس من الناس الاغنياء. هو ده نجاح؟ طب ما الاغنياء دولت هيلهسوا ويضحكوا علينا، ما دولت اللي هم عايزينه، دولت الدول الغرب اللي هم عايزينه. في يا جماعه انا جاي اقول لك النهارده يا اسطى، لو انت في مكانك مهندس طبيب دكتور صيدلي اي وسيله، ما تروحش للسبل الرخيصه. اتعب عشان تنجح، عشان التعب حلو، التعب جميل، فاتعب عشان توصل، اتعب علشان تنجح. مش انك انت تتعب انك انت تصبر او انك انت تدفع فلوس عشان تجيب ناس متابعين وتجيب والله العظيم ده من النجاح. ان هو لما تنحدر في طريق مش بتاعك
انت مش هتعرف تطلع. فيا صديقي بلاش نقلد الكل. في واحد على السوشيال ميديا جامد قوي، انا مش بفوت له فيديو، اسمه محمود اسماعيل. في فيديو كان عامله عن الفيب، واتكلم فيه في الفيب ده بكل طرقه وكل وسائله. الحاجة الوحيدة اللي لفتت نظري في الفيديو ده ان محمود اسماعيل شخصيا بيفيب وان هو مدمن. انا مش هقولك ان دي حاجة يعني اللي هو ايه، لا بقى ده بيشرب سجاير، لا. الفيب ده يعني ممكن يقولك يا عم ده نيوكوتين عادي والدنيا زي الفل. هي حاجة خطرة على فكرة، اللي بيدمنها دي حاجة خطرة جدا جدا يعني. فلو جينا قلنا ان محمود اسماعيل ده بيفيب وانا كنت واخده قدوة، اذا انا اروح افيب الصبح على طول، صح؟ فهي دي الفكرة، انك انت اللي انا بوصله لك هو اللي انا عايز اوصله لك. انا بصور لك فيديو بمنتجه وبظبطه وبكتبه وبخلصه وبديك الصورة اللي انا عايزها مش اللي انت عايزها. انت لو انت عارف او لو انت واثق انك انت تعرف كل حاجة عني تبقى انت كذاب او بتضحك على نفسك. فانت ما تبقاش اعمى وتروح تقلد كل حاجة. انا هدفي في الفيديو ده هو حاجتين، هو ان اللي بيحصل ده مهزلة وانتوا ما تساعدوش على اللي بيحصل ده. الحاجة التانية يا جماعة هو انك انت ما تبقاش اعمى، ما تقلدش الناس كلها. ايوه ما يعني اللي بيحصل ده يعني زيادة عن اللزوم قوي واحنا تخطينا الحدود قوي قوي قوي. بلاش تكون اعمى، لان اللي بيحصل ده هو ده هدفهم، انك تكون اعمى. فلو فضلت اعمى خلاص خليك زي ما انت اعمى براحتك، بس ما تجيش تندم وتقول هو الوقت راح مني فين. اتمنى انك تكون استفدت من الفيديو، اتمنى ان اللي من القلب يكون وصل لك، واتمنى انك تكون شخص مفتح مش اعمى وناصح، وتعرف ان اللي بيحصل ده هم قاصدينه، وان مفيش حاجة بتوصل لك غير لما يكون هم عايزين يوصلوا الحاجة المعينة. وبس يا صديقي، ده كل الكلام اللي انا كنت عايز اقوله، ودي كانت البداية بتاعت اللي انا عايز اقولها وبس. انا سعيد جدا ان انا رجعت، وسعيد جدا بالديكور اللي حصل. اي نعم انا ما كنتش عارف هو الديكور ده حصل امتى او تم امتى، هي كانت مفاجأة، بس الحمد لله ان هي جت على قد كده يعني. والحاجة الاهم بكلم ال 800 مشترك بتوعي ده لو كان فيهم حد بيتابعنا يعني، لان احنا متقطعين جامد واعتقد ان القناة وقعت، بس ان شاء الله نحاول ان احنا نوقعها اكتر ننجحها اكتر يعني. وبس الفيديوهات اللي جاية فيديوهات حكاوي قصص حواديت، بس السلسلة بتاعتنا هترجع في 7-8 فيديوهات ان شاء الله هينزلوا باللوك القديم، فما تستغربش يعني ايه، هيئ نفسك انك تسمع وتشوف الحاجات دي كلها. طبعا انا كنت نزلت ستوري وقلت يا شباب انا قررت ان انا انفصل عن اليوتيوب خالص، وان انا ملهاش لازمه الحيره، وان انا خلاص لميت العده. وهوب في اسبوع و10 ايام اقعد مع نفسي اقرر، ومش عارف يعني ربنا سبحانه وتعالى نبهني كده وقال لي لا ارجع. والله بجد مش بخزر، ورجعت الحمد لله وبصور لكم الفيديو ده. بس سبحان الله على فكرة انا مش والله انا مش مرتب للي حصل. احنا صورنا الفيديو وقلنا ما كانش اللوك ده حصل، والله انا فعلا كنت بلم العدة، كنتش ناوي ان انا اصور فيديوهات، بس سبحان الله رجعت على لوك تاني جديد، ما الله اعلم هو ده حصل ازاي يعني. بس الحمد لله انا سعيد واتمنى انك تدعي لي. الحاجه التانية انا كنت منزل ستوري وقلت يا شباب لما خلاص رجعت وخلاص قررت ونصبت العده، الكلام ده من اول امبارح، قلت يا شباب انا خلاص رجعنا عن القرار وان شاء الله كلها يومين وهنزل فيديوهات، وقلت ادولي افكار. ففي واحد قال لي رد جميل جدا، قال لي يا محمد انا دخلت القناه انت ما انتش ثابت على وضع. بس يا شباب للعلم للي ما يعرفش انا بقدم ايه، الفيديوهات اللي جايه كلها قصص وحواديت، فده هدفي الاساسي من الفيديوهات. الهدف التاني هو ان انا اقدر اتكلم عن ترند، اي حاجه في ترند مش بتكلم فيها عن تحضير، لو فيها تحضير تواريخ والكلام ده كله قشطه، بس بتكلم فيها من منظور العام. هو ده الهدف التاني. الهدف التالت ان انا اقدر اتكلم عن شخصيات عامة، وده اصلا لو تفتكروا اول فيديو نزلته ليا من 4 سنين كنت قلت ايه هدفنا ان شاء الله، ان انا هصور لكم فيديوهات عن شخصيات عامة اثروا في المجتمع. فالشخصيات تندرج تحت القصص، تمام، والترند يندرج تحت ان انا اقدر ان انا اتكلم، فهم كلهم واحد. فاللي تايه في القناة يا جماعة انا ده محتوايا، هو ده اللي انا بقدمه، انت فاهم. فالفترة اللي جاية في ترندات قشطة هنتكلم، قصص هنتكلم، اشخاص هنتكلم، بس اللي جاي كله قصص
حواديت. هو ده هدفي ودي قصصي ودي حاجتي. فاللي بيدعمني بمجرد ان هو بيدعم محمد انت على عيني وعلى راسي، واللي بيدعمني بمجرد ان هو بيحب حاجتي فدي حاجه اكتر حاجه ممكن تبسطني. واللي مشترك بمجرد ان هو ان انا صديق محمد بس فانا مشترك فمش بسمع فيديوهاته، واتمنى انك تلغي الاشتراك بجد والله. وما تزعلش مني لو الشخص المقرب ليا جامد ومشترك بمجرد ان هو بس ان انا مشترك عشان لما يجي يشوف ان انا مشترك. انا عمري في حياتي ما شفت لما قلت لحد اشترك، براحتك. فلو انت مشترك بمجرد انك انت الاسم ان انا مشترك، لا الغي اشتراكك وتوكل على الله، انا مش هزعل منك. انا اللي يهمني ان اللي يكون في الفيديوهات بتاعتي يكون حاببني على المستوى الشخصي وحابب فيديوهاتي تمام. واي حاجه انا بصدرها في الفيديو فهو ده هدفي. فانت ما بلاش تاخد محمد كقدوه، انا لسه صغير ولسه بتعلم وكنا بنتعلم. دي كلها شويه نصايح وشويه حاجات عشان اللي جاي جميل، اللي جاي غريب، اللي جاي في الفيديوهات اقسم بالله غريب، انا مش عارف انا هقدر ان انا انزله ازاي. بس اتمنى انك تكون اللي تايه يظبط معايا كده، واللي مش عارفه ايه، واللي بيساعدني وحابب ان هو يضغط اللايك الشير، الحاجات الحلوه دي اللي بتساعد في نشر الفيديو. وانا مبسوط جدا ان انا رجعت، وان شاء الله ان شاء الله هيكون في جدول لحد ما ندخل الجيش ان شاء الله، لان هي كلها يعتبر اخر السنه. فاحنا ان شاء الله نحاول ان احنا نكثف فيديوهاتنا، وان شاء الله في السنه ديت نحاول ان احنا نعيش لحظات سعيده جدا 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 يعني، لان اللي هيحصل بعد كده الله اعلم بيه يعني. بس انا عايز انهي الفيديو بقى، مش عارف انهي الفيديو من ساعتها. طب ما تنسوش تدعوا لي، ما تنسوش تقولوا رايكم في الفيديو، وما تنسوش الحلقه الثالثه انك تدعوا لاهالينا في غزه وان ربنا ينصرهم وربنا ينتقم من كل ظالم. بس يا صديقي لو عايز بقى تشترك تعمل لايك الحاجات دي كلها براحتك. وبيس يا مان، بيس يا مان. كان معكم محمد، سلام.